جاي النهارده اعرفك على كارتة التكييف ومكوناتها بالتفصيل. اول حاجه لازم تعرفها في الكارته وهي طرفين الدخول بتوع الكارته او الكهرباء 220 فولت. تمام. اول طرف معانا هو اللايف او ال تمام كهرباء اللي هو الطرف ده. الطرف التاني اللي هو الان هتلاقيه في الجنب على الشمال كده فوق. تمام. اللي هو ده. تاني حاجة بعد ما الكهرباء بتخش على الكارت على طول، بدل ما تخش على الكارت على طول لا بتعدي على عنصر معانا وهو عنصر حماية وهو اسمه الفيوز. وده عبارة عن سلكة رفيعة من جوه تتحمل تيار معين. تمام. لو التيار رفع مثلا او حصل فيه خلل، بدل ما التيار يخش على الكارت يبوظ لك القطعة اللي فيها او المكونات اللي فيها، لا بيخلي القطعة دي تنصهر وتفصل لك الكهرباء عن الكارت على طول. تمام. والقطعة دي هي اول مكون بيبوظ في الكارت. فطبيعي اول حاجة قبل ما تخش على الكارتة لو مثلا فاصلة معاك، اول حاجة بتكشف عليها وهي الفيوز. بعد كده من العناصر الاساسيه معانا وهي حاجه اسمها الترانس. الترانس ده بيعمل ايه؟ بياخد ال 220 او الكهرباء ال 220 فولت بيحولها لك او بيقللها لك ل 10.5 فولت او 12 فولت على حسب ما الكارته محتاجه. تمام. بعد كده عندك 5 ريليهات. تمام. 5 ريليهات الصغيره دي، الريلي منهم عباره عن نقطه مفتوحه. يعني ايه نقطه مفتوحه؟ يعني بالبلدي كده عندك مفتاح في البيت اللي هو بيبقى مفتوح ده، يا تقفل يا تفتح، بس ده مفتاح الكتروني بيكون طبيعته مفتوح. بمجرد بس ما تدي اشاره من الريموت النقطه دي بتقفل او المفتاح ده بيقفل. طب ودول بيختصوا بايه او بيوصلوا بايه؟ اول حاجه الريلي ده، الريلي الكبير ده بتاع الكباس مكتوب عليه كوم. تمام. ده بتاع الكباس اللي هو بيلقط الكباس في الوحده الخارجيه. تاني حاجه اوت فان اللي هو بتاع المروحه الخارجيه. الريلي اللي بعده على طول بتاع البلف العاكس اللي هو بيقلب بارد ساخن. التلات ريليهات الباقيين بتوع سرعات المروحه الداخليه اللي هو في الفانه نفسها، اللي هو سرعه الهاي مكتوب اتش اف، او سرعه الميد، او سرعه اللو، سرعات المروحه. تمام. ده كان بالنسبه للريليهات.